ما علينا دابا امتى نقصدوا داك القصر. واش خباركم ان هاد الجمله هادي كتبها واحد الولد في الصفحه ديالو على الفيسبوك، وبزاف الناس تفاعلوا معاها. يلا كتبها اليوم 7 ايام، اليوم اللي كنسجل انا الفيديو 7 ايام باش حط هاد التدوينه هادي على الصفحه ديالو في الفيسبوك. هاد التدوينه كانت سبب انه يتم الاعتقال ديالو ويتم المتابعه ديالو من طرف النيابه العامه، وتم الحكم عليه دغيا في ظرف اسبوع. تم الحكم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة لغرامة مالية اللي كتقدر ب50,000 درهم مغربية، 5 المليون. هادشي كنت قلتو، وهادشي كنقولو دائما وأبدا. وهاد الدري إلا شفتو الصورة ديالو ما يكونش فايت 20 سنة، الماكسيموم عنده واحد 22 سنة. ضاعت لي 4 سنين من حياته هكاك، غير كان جالس غير ما قال ليه راسو. كنرجع نأكد، مشى داك الزمان ديال ان الجرائم هي القتل، هي الاغتصاب، هي السرقه، هي التغرير، هي جرائم اليوم كثارين كنقترفوها غير بهذاك جنون العظمه ديال السوشيال ميديا، ديال اننا باغيين نتشهروا، ديال اننا باغيين نبانوا واعرين، ديال كنرتكبوهم بالفم ديالنا. غير كان جالس اما قال ليه راسو نوض ندير هاد التغريده هادي امتى نقصدوا القصر. وخا راه من الناحيه القانونيه يقال فيها ما يقال. لو ان كان هاد التغريده هادي كان كتبها مثلا في الايام العاديه، ماشي في هاد الاوضاع اللي كاينه حاليا في المغرب، ممكن ان كان يتم التجاوز عنها او لا فهمها في شي سياق اخر. لكن بما ان المغرب دابا كيعرف موجه من الاحتجاجات، موجه من المظاهرات، فاي حاجه كتبتيها تحسب عليك. ودابا الناس كاع هذوك اللي كانوا في التعاليق تقول لي وكيضحكوا معاه وانت راه مسخوط وانت راه فاعل، والله الا هاد التغريده اللي كتبتي واعره وهذا، يجي يفكوه دابا. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري الامهات اللي كيشاهدوني اليوم والاباء، وصوا وليداتكم وصوا وليداتكم وصوا وليداتكم. ما سميتهاش حريه التعبير، لا هذه ماشي حريه التعبير. امتى نقصدوا القصر؟ هذه راه ما سميتهاش حريه التعبير. فرق بين حريه التعبير وبين هذا الفعل اللي يعتبر فعل جرمي، فعل جرمي خصوصا في الاوضاع اللي كيعرفها المغرب حاليا. فوصيو وليداتكم، قول لهم عرفوا شنو تكتبوا، عرفوا شنو تخرجوا من فمكم. راه بزاف دويت على هذا الموضوع وغنبقى ندوي عليه دائما وابدا. راه الناس مشاو ب10 سنين بالاشاده بالارهاب غير حيت قالوا هاد السيده اللي قتلها راجلها تستاهل القتل، او لا هذه السيده اللي تعدى على هاد فلان تستاهل، تعتبرت اشاده بالارهاب. ومشاو ب10 سنين هكاك غير بكلمه قالوها، ما قتلوا ما ذبحوا هذا، ولكن راه اللي قال هذه الكلمه هذه وتاحت ليه الفرصه راه يديرها. هكا كيشوف القضاء الامور. فالله يجازيكم بالخير، عرفوا اشنو كتكتبوا وعرفوا شنو كتخرجوا مع فمكم.